السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ فسفور فسفور فسفور. النهاردة جايالكم بوصفة جميلة جدا كلها فسفور وفيتامينات وأزأزة، واللي بيحب الأزأزة جايين النهاردة بفيديو جميل جدا وكلنا بنحبه. جايين بالسمك البلطي المقلي الشري الصغير الجميل ده، وكمان جايبين معاه الكابوريا الجميلة بطعمها الحلو وتكاتها بقى وحركاتها. يلا بينا على المطبخ علشان نشوف الحاجات الحلوة دي عملناها ازاي. يلا فسفور النهاردة، يلا نقزقز ويلا نتسلى مع العيال. يلا أزأزة النهاردة. هنقزقز ايه؟ هناكل السمك البلطي الشري المقلي بطريقة جميلة جدا بطريقة المحلات، وكمان الكابوريا الجميلة دي المسلوقة بطريقة وصفات المطبخ. يلا بينا على المطبخ بسرعة عشان نشوف الطريقة الجميلة دي عملناها ازاي. ويلا قومي روحي السوق واشتري يلا كيلو كابوريا و2 كيلو سمك بلطي شري، ويلا اعمليه بالطريقة اللي هتشوفيها في الفيديو. يلا بينا استنوا. وقبل ما تروحوا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير ليوصل لكم مني كل اشعارات وصفات المطبخ. يلا حبايبي على الوصفة، يلا بينا. النهاردة انا رحت السوق ولقيت سمك بلطي شري صغير. صراحة قلت اجيب 2 كيلو، شايفين الجمال والحلاوة. وكمان لقيت الكابوريا جميلة وحلوة وبلدي، فقلت صراحة اجيب كيلو. وهنا لقيت السمك البلطي الصغير ده بيبقى جميل جدا في القلي، رحت جايبة كيلو. وقلت بقى اعمل اكلة سمك النهاردة مع كابوريا. يلا بقى ايه للعيال علشان يقزقزوا ويتسلوا مع السمك البلطي الشري وكمان الكابوريا. هنضفه وارجع اقول لكم انا بعمل ايه، وبنضفه حلو قوي قوي قوي. وكمان هقول لكم على الخلطه الجميله الحلوه بتاعه المحلات وانا بقليه. وكمان هقول لكم على سر النظافه بتاعه الكابوريا، وريحتها بتبقى حلوه وهي مسلوقه وجميله جدا. هنضف السمك وارجع لكم تاني ان شاء الله. وتجهيز محطات الطاقة الشمسية وتركيب شبكات الري. دلوقتي نضفت السمك، شايفين بقى الجمال والحلاوة. دلوقتي هغسله، وكمان طلعت الكابوريا ونقعتها في مية علشان تبقى ريحتها حلوة، مع ليمون وخل ومية علشان ما تبقاش زفرة ولا اي حاجة. ودلوقتي حطيت حلة على النار هنحط فيها التوابل، وهغسل السمك كويس جدا. وبعد كده هقول لكم هنحط التوابل الجميلة بتاعة المحلات، وان شاء الله هتعمليها على طول. يلا على المطبخ نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. دلوقتي حطيت حلة على البوتاجاز، هحط فيها بصل وجزر، وهحط فيها ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط فيها فلفل اسود، وهحط فيها ليمونة هقسمها. غسلتها وهقسمها علشان ريحة الكابوريا تبقى حلوة وريحتها حلوة وكمان طعمها حلو ان شاء الله. وهحط ورق لوري وهغطيها. اول ما تغلي ابتدي انزل بالكابوريا بتاعتي. انا مسيبه الميه على الكابوريا بعد ما نقعتها في الخل والليمون والملح علشان ما يبقاش ريحتها اي حاجه خالص. ودلوقتي هتبل السمك بعد ما غسلته. دلوقتي هحط فلفل اسود هتبله عادي جدا، وهحط توم بودر. اهم حاجه التوابل دي تكون
فريش يعني مش مخزونة، علشان يبقى ريحة السمك حلو. وهحط ملح وهحط المرقة الفورية، مرقة فراخ، وهحط معلقة كمون، وهعصر ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. طول ما انتي قاعدة يا حبيبتي اذكري الله وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا بعصر الليمون. انا عملت الطريقة دي معاكم قبل كده، دي طريقة جميلة جدا وحلوة لأي نوع سمك. دي طريقة المحلات، بتبقى طريقة سهلة وسريعة، وكمان بتخلي السمك ريحته وطعمه بيبقى حلو جدا. هنا أنا بعصر كده الليمون. كتري ليمون، الليمون الكتير بيبقى حلو جدا وبيشيل الزفارة وبيشيل أي ريحة، وبيبقى السمك بتاعك ريحته حلوة إن شاء الله. هعصر كمان واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الليمون عشان صغير عصرت 3. وأقلب كله مع بعضه لغاية ما أحس إن السمك اتشرب الخلطة كلها. ريحته في منتهى الجمال. السمك الشري بيبقى جميل جدا وطعمه بيبقى حلو إن شاء الله. كده تمام. هسيبه بقى يتبل براحته، ويلا علشان نسلق الكابوريا بتاعتنا. لازم تكون المية غليت. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي احط الكابوريا بتاعتي. اهم حاجة تغسليها كويس قوي، انتوا شايفين كده. بسم الله. ريحتها في منتهى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هي ما بتاخدش 10 دقايق على طول. اول ما تغلي غلوة كده علشان اللحمة اللي فيها ما تقعش في الحلة. 10 دقايق بالظبط كده. اول ما تغلي خلاص. غلوتين كده حلوين، ريحتها جميلة مع الجزر والليمون والكمون كمان جميلة جدا. وهغطيها واسيبها لما تغلي براحتها. واللي وصل معايا لغاية هنا متنساش يا حبايبي اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك وشير يوصلكم مني كل جديد من اشعارات وصفات المطبخ. ودلوقتي هحط السمك بتاعي في الدقيق. اهم حاجة هجيب طبق واحط فيه مية وانزل السمكة فيه، وبعدين احطه في الزيت. هعمل كل السمك احطه في الدقيق. السمك الشري ده بيبقى طعمه جميل جدا وحلو جدا ان شاء الله.
جربيه بإذن الله هيطلع معاكي جميل جدا وطعمه حلو وحلاوة والجمال ده. السمك حلو جدا، وكمان الكابوريا ما شاء الله. شايفين بقى الجمال والحلاوة دي، فسفور فسفور وأزأزة بقى وحركات وحاجات في منتهى الجمال. جربوها ان شاء الله تطلع معاكم وجبة جميلة جدا وحلوة بإذن الله. الفسفور بقى وحلاوة الفسفور النهاردة، ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي، بجد أكلة النهاردة في منتهى الجمال. وخلصنا وصفة النهاردة، السمك البلطي الشيري. شايفين الجمال والحلاوة، مقرمش من بره وطري من جوه بطريقة جميلة جدا وحلوة جدا بطريقة المحلات، وتحدي ريحة وطعم وايه بقى، بجد حاجة كده تفتح النفس. وكمان عملت الكابوريا، شايفين الجمال والحلاوة، شايفين جميلة ازاي ما شاء الله. عملتها بطريقة جميلة جدا وحلوة جدا وريحتها جميلة جميلة جميلة. تابعوني بقى على قناتي وصفات المطبخ، واللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويكتب لي كومنت حلو ويشير الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. طريقة جميلة جدا، السمك المقلي وكمان الكابوريا المسلوقة بطريقة جميلة جدا وحلوة جدا. ان شاء الله تابعوني على قناتي، هتلاقوا كل جديد وكل الوصفات وكل اللي انتوا تحبوه ان شاء الله بطرق بسيطة وسهلة وعلى قد الايد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.